بصوا بقى شوية الأسفندي اللي عندنا دول، بصوا بجد كنز كنز بجد والله العظيم، مش عايزة اقول لكم. قشر الأسفندي دوت حاجة كده روعة خيال. بصوا هنعمل بيه حاجة هتقعد معانا السنة كلها، هتنفعنا في أكلات، هتنفعنا في حاجات حلوة، هتنفعنا في حاجات حادقة. خليكم بس معايا. أول حاجة اعملوا لايك واعملوا شير واشتركوا في القناة. وهقول لكم بقى هتعملوا بيه ايه. هنقشره، هناخد القشر بتاعه، هنغسله كويس جدا وهنشفه بالمناديل كده او بفوطه كويس برضو. وهاخده بقى ايه، هعمل فيه ايه، هفرمه عندي في الكبه بتاعتي، هفرمه فرم ناعم جدا. وبعد كده هقسمه لاكياس، هبقططه خالص 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 وهشيله عندي. هنعمل بيه ايه بقى؟ بصوا ده بقى ده عايزة أعمل بسيسة بريحة البرتقال أو بطعم البرتقال، عايزة أعمل كيكة بالبرتقال، عايزة أعمل بط بالبرتقال. عايزة أقول لكم ده أحسن أحسن مليون مرة من قشر البرتقال اللي هو البلدي أو البرتقال أو السرة العادي. القشر بتاع الأستفندي ده أجمل بكتير جدا جدا. وعايزة أقول لكم من غير ما تحطوا عصير برتقال ولا أي حاجة، القشر بتاعه ده هتاخدي منه معلقتين 3 زي ما انت عايزة على قد النكهة اللي انت عايزاها. لو عايزاها نكهة قوية شوية بتزودي. بس بجد هو نكهته عالية جدا جدا جدا، وبيقعد معايا طول السنة. يعني باتنين كيلو، بتمن 2 كيلو استفندي بجد هينفعوكي طول السنة في حاجات كتير، وصفات حلوة وصفات حادقة. اي حاجة بتحبيها بريحة البرتقال، اي حاجة عايزة تشيلي منها الزفارة، تستعملي الخليط دوت تحفة جدا. زي ما انتوا شايفين انا ببططه جدا زي ما انتوا شايفين كده، علشان لما اطلعه من التلاجة اكسر منه قطع كده زي ما انا على قد اللي انا عايزاه، وارجع الكيس مكانه تاني. بصوا عملوا معايا كام كيس، بجد حلو جدا. لازم تجربوه ولازم يبقى عندكم. انا عايزه اقول لكم انا لسه عندي من السنه اللي فاتت، لسه عندي الباقي بتاعه، بس قلت ايه لازم اعمل تاني ولازم اوريهولكم. علشان بجد هو حلو قوي، لازم تجربوه. جربوه وبجد مش هتخسروا.